كمين مفاجئ لمطاعم مصر. انا في العادي بقرا كل الكومنتات، في اخر كام طلعه عملتها من المطاعم وخصوصا ريبابليك برجر لقيت كومنتات كتير بتقول ان لا يا وحش ما مظبطينك قوي على فكره، والاكل ما بينزلش كده في العادي. فقررت ان النهارده هعمل كمين للمطاعم اللي عملت لها طلعات من المطعم، وقررت ان السلسله دي هتبقى مستمره معانا بعد كده، عشان المطاعم اللي بروح اعمل عندهم طلعه من هناك يبقوا عارفين ان انا هجيب الحاجات تاني في البيت واجربها. فلو عايزين يوجبوا او يزودوا في الاوردر عن اللي بينزل للناس ما يعملوش كده. بصوا، عايز اكد لكم على حاجه، مفيش حاجه اسمها انت تعمل لك اكل مخصوص، الكلام ده مستحيل يحصل طول ما انت رايح للمطعم على طول من غير ما تقول لهم ان انت رايح. لان انا كان عندي مطعم قبل كده وعارف انا بقول لكم ايه. المطاعم بتبقى مجهزه الاوردرات من قبلها بفتره، يعني الفراخ دي متبله من قبلها ومتجهزه ومعموله بورشنز من قبلها بكتير، علشان لما الزبون يجي الحاجات تنزل على طول تتعمل. فمفيش حاجه اسمها تعمل لك اكل مخصوص، بس برضو ممكن يبقى زودوا في حاجه هنا، زودوا برزنتيشن في حاجه هنا، عملوا مش عارف ايه لما لقوا كاميرا. فالكلام ده كله هنكشفه النهارده، وهتفضل السلسله زي ما قلت لكم مكمله معانا بعد كده. فجبت النهارده اخر 5 مطاعم انا عملت لهم طلعات من المطعم، وهستفاد بحاجه حلوه قوي ان انا لاول مره استفاد من شغلي. هفتح التاب بتاعه الممبرز او المنتسبين علشان اجيب خلاصه المطعم على طول، لان برضو اللي مش فاهم ايه موضوع المنتسبين ده، هو خلاصه كل الفيديوهات اللي موجوده على القناه. بس بدل ما افتح الفيديو وافضل اقدم ويطلع لي اعلانات وبتاع عشان اجيب نهايه الفيديو اللي هي الخلاصه، لا دي فيها الخلاصه على طول. وانا عاملها بثلاث فئات سعريه مختلفه، من اول 5 جنيه، بعد كده 25، بعد كده 150. الثلاثه بتقدم لهم نفس الحاجه اللي هو خلاصه الطلعه او خلاصه الفيديوهات كلها. فهنفتحها النهارده في اخر 5 مطاعم ونشوف انا قلت ايه خلاصه الخلاصه فيه، واجيبها النهارده ونجربها هنا في البيت ونشوف هل في فرق فعلا المطعم عن البيت ولا مفيش فرق. فاحذروا يا مطاعم مصر. وطبعا الاسعار هتحط كلها النهارده هتبقى شامله 14% ضريبه وهيضاف عليها التوصيل بس. ولو عجبتكم الفكره والطلعه ما تنسوش لايك القمر، ولو مش عاملين سبسكرايب لا سمحتوا اعملوا سبسكرايب. فمن غير رغي كتير يلا بينا. يلا بينا. نبدأ بأول واحد، بيت المشويات. طلعت الأسبوع ده بيت المشويات. والآن لحظة الحقيقة والندم. خلاويص أقول لكم بقى الخلاصة. ولما تخلص يا معلم اضرب رز بلبن، ودي كده خلاصة الخلاصة. دي الخلاصه بتاعت طلعتهم. نبدا حاجه رقاق باللحمه المفرومه، رز معمر، مكرونه بشاميل. دول كانوا من اجمد الحاجات اللي عندهم في طلعتهم. نبدا بالرقاق. الرقاق بتاعهم مختلف كده، بيبقى عامل زي الفطيره الصغيره. بصوا بقى الدسامه اللي عليه من ورا غرقان سمنه. طب اقول لكم على حاجه غريبه بقى، الرقاق في طلعتهم هناك في المطعم ما كانش مليان لحمه كده، اللحمه هنا اكتر بكتير في الدليفري. عموما اهو كمين، يعني المطاعم تعدي يا يطلعوا فعلا بيحوروا. فكده اول صنف لا عدى بجداره. طعم السمنه فيه هي حلاوه اللحمه المفرومه بتاعت طلعتهم هي بالظبط. الفرق الوحيد ان اللحمه هنا زايده عن الطلعه كمان. فاول صنف 100. عش بيت المشويات. نفتح بقى الكفر. منديل مبلل، ملح، فلفل اسود. الله، الكفر بتاعها حجوجه وجلوفز. الكفر اللي انا بحبه في حجوجه ده. ايوه. نخش على الرز المعمر. الرز المعمر بتاعهم هناك في الطلعه كان طعمه تحفه، كان من اجمد الرز المعمر اللي اكلته في مصر كلها ساعتها. يا ترى هيبقى نفس الحاجه ولا هيغزلونا؟ خش يا بيه. يا بيه مش فكهاني والله، مع احترامنا لكل المهن طبعا، عشان هنلاقي دلوقتي عيل طلع مالها من الفكهانيه يا عم، فوق دماغنا من فوق. انا قصدي يعني انا فاهم انا بعمل ايه. من غير حلفان، هو نفسه بالظبط. الفرق الوحيد ان انا لما كنت هناك شال سقف حلقي، ده الفرق الوحيد. هو هنا هدي شويه من الطريق، ده طبيعي طبعا، بس نفس الحلاوه ونفس الرز المتشرب حلو قوي، وطعم الدسامه والسمنه اللي طاغي فيه تحفه لحد بعد بكره، حلو قوي. وهو نفسه برضو رهيب. نخش على الحاجه اللي عجبتني قوي عندهم برضو، مكرونه بشاميل. مكرونه بشاميل كانت هناك بقى فيها لحمه مفرومه كده صغيره مع البصل، يا خرابي. نبقى ما تكسفونا يا بيت المشويات. ها، نفتح كده خش. ايوه، هو اللحمه المفرومه اهي ظهرت اهي. انا صح سو فار يعني. نفس الحلاوه، نفس الغناوه، نفس كميه لحمه مفرومه، نفس البشاميل بتاعهم التحفه. وفعلا الواد كيكو ده ما بيقولش حاجه غلط. الثلاث اصناف من اجمد الحاجات اللي عندهم، الثلاثه جامدين جدا. لما مشيت ورا ما خيشتش، فالشادر الله يبارك له الواد ده. الثلاثه هم بالظبط نفس تجربتي في المطعم، مفيش ولا اختلاف. نخش على المطعم اللي بعده. نخش على اللي بعده بقى، نص دستة. ونص دستة برده من المطاعم اللي كان عليها جدل جامد. في ناس بتحبهم جدا وشايفين تجربتي معاهم صح، وفي ناس كانت متضايقه قوي من الموضوع ولا وحش قوي. فجبته النهارده في الكمين المفاجئ. طلعت الاسبوع ده نص دستة.
خلاويص اقول لكم بقى الخلاصه. بص بقى يا بيه، اجمد حاجات تضربوها من نص دسته وما ينفعش خالص تفوتوها الشاورما اللحمه والشاورما الفراخ، هم مميزين في الاثنين جدا، وتفضيلي الشخصي للشاورما اللحمه هيبقى الكايزر والشاورما الفراخ يبقى الهامر، دول اجمد حاجتين في المطعم. ولو هنخش في الحواوشي يبقى حواوشي اللحمه شاورما لحمه، ده كان اجمد واحد في الحواوشي. ولازم لازم 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 تجربوا الكبسوله، حلوه جامد قوي قوي قوي، وعلى قد ما هو صغير بس فعلا مطرعم، فعلا كبسوله على حق ربنا، مليان بلح، قطع البندق اللي فيه تحفه، العيش اللي من بره محمص، فبيديك تجربه حلو دوليه وجامده جدا جدا جدا، وبجد هتعجبكم. ودي كده خلاصه الخلاصه. شكل العلبه غريب جدا، كفر، ودي اجمل حاجات عندهم في طلعتهم. نبدا بالشاورما اللحمه كايزر، نفس الحجم النونس، كان هناك صغير جدا برضو. العيش طري جدا، طعم الشاورما اللحمه حلوه جدا، متروس طحينه مش بكميه صغيره، لا زي هناك محطوط في كميه طحينه كتير جدا، بس هو بارد، هي دي الفكره بقى. ده لو سخن هيبقى احلى من كده بكتير، ده لو استلقفته وهو لسه خارج الموضوع هيختلف خالص، وده السبب الرئيسي اللي بيخلينا نصور من المطاعم اصلا. نخش على الشاورما فراخ هامر، برضو متروس توميه. لا الفراخ مش عاجبني قوي، ومعرفش لنفس السبب ولا لا، بس اللحمه جافه سنه، هل عشان بردت؟ الله اعلم. بس طعم الفراخ حلو جدا، وبرده مليان توميه، خيار مخلل، فهو العيب الوحيد بس ان هي ناشفه سنه صغيره. نخش على اللي بعده بقى، حواوشي لحمه شاورما لحمه. نفس حجم العيش، نفس كميه الحشو، نفس كل حاجه، ونفس التعليق ان هو بارد سنه، بس لو سخن على طول ده هيبقى احلى من كده بكتير، انما مفيش حاجه متغيره. نخش على اخر حاجه عندهم بقى وعجبتني جدا جدا هناك، الكبسوله اللي هي بتبقى بالتمر دي. والاول مره من ساعه ما بدات الطلعات هحلي في النص مش في الاخر، يلا زي بعضه. نفس كل حاجه بالظبط، نفس الحجم، نفس كميه الحشو، مليانه تمر، نفس كل حاجه بالظبط، نفس قطع البندق اللي كانت فيها هناك. يا جماعه ما دام رايحين مفاجاه انسى، ما حدش يلحق يعمل اي حاجه مخصوصه، مستحيل. ده مش بندق، ده لوز، قطع لوز، لوز وبندق. مش فاكر هناك كان فيه لوز ولا لا يعني دلوقتي في البيت مزودين لك لوز. خش على المطعم اللي بعده. نخش على اللي بعده بقى، ومن اكتر المطاعم اللي كان عليها خناق وكومنتات سلبيه، ولا مظبطينك قوي ما بيعملوش كده هنشوف برجر ريبابليك. طلعت الاسبوع ده جمهوريه البرجر، برجر ريبابليك. خلاويص اقول لكم بقى الخلاصه. اجمد ساندوتش برجر عندهم هو الريبابليك برجر، اللي هو باسم المكان، او برجر ريبابليك، جامد قوي، وده اجمد واحد في البرجرز كلها، واجمد واحد تشيكن الاوريجينال، جامد قوي برده في حته ثانيه خالص. هتغزلونا ولا ايه ظروفكم؟ طبعا شكل العلب في الدليفري ما يسرش، يعني باكج تعبان قوي، لا حول ولا قوه الا بالله. دي علب الباكجنج كده مع الفرايز طبعا اللي اكيد مش تتاكل. نبدا بالبرجر. بس طبعا ده اول اختلاف فعلا جوهري في شكل الاوردر، وده طبيعي يعني، اكيد الصاله غير التيك اواي، الباكجنج بتاعهم تعبان قوي. هل الطعم هيختلف؟ هنشوف. نفس نوع العيش اللي هو فيه حبوب بيضه من على الوش ده، وبالمناسبه يعني ده ملوش اي علاقه بالرده بتاعت البيتزا، ده حاجه تانية خالص عشان في حد كان بيقول لي انت مجنون يا عم، انت جوزائي مجنون، هو ده اللي انت ما بتحبوش في البيتزا، لا ده حاجه تانية خالص. بصوا اول ما قطمت حصل ايه، اظن المنظر ده مألوف. نفس حجم البرجرايه، نفس كميه حشو الجبنه، مفيش اي اختلاف تقريبا. ممكن بس يكون الصوص هناك كان زايد شويه عن هنا، صوص الباربيكيو، وممكن يكون ده حصل لان العيش شربه من الدليفري وبتاع، برضه وارد. انا بقول لكم الفرق، وبقول لكم ايه اللي ممكن يخليه حصل كده. قطعه البصل دي اللي محشوره ورا نجيبها في النص كده عشان ندوقها بالبصل، لان كان عاجبني قوي البصل هناك، حلو قوي 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 قوي. بطاطس نفس التوابل اللي عليها ونفس نوع البطاطس، بس مش نفس الطعم خالص. ليه؟ علشان دي خلاص ميت بردت مكان الطريق، والدليفري بخبخت ميه فطريت خالص، غير لما تبقى طالعه لك بتقرمش من المطعم، غير لما تبقى طالعه من المطبخ عليك، ده حاجه تانية. انما ستيل طعمها حلو جدا. اخر قطمه نفس التفاصيل، حتى وانا في الاستوديو مفيش اي اختلاف، نفس البني ادم. يبقى ريبابليك برجر ساندوتش. ايه الاختلافات الجوهريه؟ العيش هنا طري عن ما كان طلع هناك ماسك نفسه وناشف، الصوصات قلت، وارد تكون اتشربت في العيش، البطاطس طريت خالص، ومتهيألي كده كميه البطاطس اقل شويه مما كانت هناك، اعتقد كده. انما نفس قطعه البرجر، نفس الحشو اللي جواها، نفس نوع العيش، مفيش اي حاجه متغيره، نفس الطعم، يعني كل حاجه زي ما هي تقريبا. نخش على الاوريجينال تشيكن. نفس كل حاجه تقريبا برضو، وبرضو البطاطس بتخش جوه العيش كده زي ما حصل هناك. شوف بقى الفراخ،
ولا اي اختلاف. برضو اول ما قطمت حسيت ان انا باكل فراخ ماكدونالدز، والجبنه اللي جواها ممكن تكون الجبنه اللي جواها دي قليله سنه عن ما كانت هناك، سنه بسيطه قوي. هل دي ايد مثلا ولا هم كانوا هناك مزودينها سنه؟ الله اعلم. بس في الحالتين هو نفس الطعم تقريبا بالظبط، يعني مش لاقي اختلاف. لا وتقريبا هو نفس الجبنه كمان، ممكن تكون الجبنه اقل سنه صغيره بس نفس الطعم بالظبط، يعني مش حاسس باي اختلاف. الفرايز نفس التعليق، مفيش جديد. نخش على المطعم اللي بعده. نخش على اخر طلعاتي اللي فرفرني في المطعم، اكشن بيتزا. طلعت الاسبوع ده اكشن بيتزا. خلاويص اقول لكم بقى الخلاصه. بعد ما ضربت المنيو كله في اكشن بيتزا، تعالى اقول لكم ايه الحاجات اللي ما تفوتش خالص عندهم. المقبلات والحاجات اللي في الاول دي، خبز بالثوم اجمد ثلاثه، الخبز بالثوم والجبنه والكارملايزد اونيون اللي هو بتحبوه والبيبروني. الثلاثه دول رهيبين. نوعين الباستا فظيعين والاثنين جامدين جدا، والاثنين لازم تجربوهم فظاع. البيستو اللي هي بصوص الريحان، والتشيكن سوبر ريد باستا اللي هي بالصوص الاحمر، الاثنين تحفه. دي ايطالي كده وفرنجي، والثانيه حرشه وسبايسي وجامده قوي. البيتزات بقى، المارينا تشيكن رانش اللي هي المحشيه دي تحفه، من اجمد البيتزات اللي بيعملوها، جامده جدا. بقيه البيتزات بقى، الامريكان والايطاليان الاثنين حلوين، يعني العجينه مفيش فيها مشكله لا هنا ولا هنا. انما لو عايزين حاجه محشيه فاجمد حشوه عندهم الكيري. تختاروها مع ايه او ايه البيتزات اللي اجمد بيتزات ما تفوتش عموما سواء عاديه او محشيه؟ ركز معايا بقى. تشيكن رانش حلو قوي، كريمالايزد اونيون لو بتحبه هتتوهم، عاملينها جامده جدا. السلامي جامده قوي برده، والميكس كولد كاتس حلو قوي، والتشيكن فاهيتا برده تحفه. اختاروا حاجه من دول لان دول اجمد بيتزات عندهم. بصوا بقى، وانا بعمل الاوردر طلبت مارينا تشيكن رانش بيتزا اللي هي بتبقى البيتزا المحشيه دي. قال لي دول يا فندم منزلوا هديه معاها. طب انا ما جاليش الهديه في الفرع على فكره، ولا عبرتوني باي هديه. ماشي، دول اجمد حاجات عندهم. ادي الهديه، وده ايه ده؟ دي علب الابتايزرز، علبه شكلها شيك قوي قوي يعني. لو عارفين مين اللي بيتكلم كده ما تقولوش خلاص. شيك قوي قوي قوي، حلو قوي قوي قوي. محبه والله، مش قاصد حاجه، مش قاصد. لا لا لا. طيب بص يا سيدي، ده خبز بالثوم والجبنه، كانت من اكتر الحاجات اللي عجبتني في المقبلات. ودي المكرونه الريد صوص بتاعتهم اللي هي بالفراخ الحاميه، ودي المكرونه البيستو اللي عجبتني جدا برضو، ودي البيتزا المارينا المحشيه فراخ، ودول الهديتين اللي بينزلوا معاها كاب بطاطس بالجبنه وكول سلو اللي ما جوليش في الفرع بالمناسبه. ودي بيتزا لارج نصين، نص خضروات ونص تشيكن فاهيتا، والحشو بتاعها جبنه كيري، اكتر حشو عجبني. نبدا بالخبز بالثوم. انا كنت فاكر ان هم مش هيعملوا الشكل رسمه الوش اللي كانوا عاملينها هناك دي، عاملينها بالظبط اهو. نبدا بالخبز بالثوم، برضو توستايه مقسومه 2 والتوبينج على وش منهم، نفس طعم الزبده ونفس كميتها ونفس وضوحها ونفس وضوح الزعتر والريحان، ونفس التعليق برضو ان هي محتاجه تحمص سن عن كده. هو نفس الكلام بالظبط، كل الاختلاف ان هي بارده فمتعتها اقل. بس نخش على المكرونه الريد صوص. طبعا البرزنتيشن مختلف، يعني التقديم مختلف، لان في الفرع بتبقى بقى بتنزل في الطبق بتاعهم والدنيا تمام. هنا ده طبق فويل عشان الدليفري، فالدنيا مختلفه شويه. في المطعم اشيك يعني. هل الطعم بقى ايه بقى؟ ايه تحفه تحفه. كل الفرق بس ان الجبنه اللي جواها بردت سنه، وده مش عيبهم بقى يا جدعان، ده دليفري. انت لو عملت لنفسك اكل في البيت واخدته من المطبخ بتاعك ونزلت على ما توصله لحد هياكله، طبيعي يبرد غير لما تطلعه من المطبخ عليك على طول. فاهمين قصدي؟ برضو قطع الفراخ المشويه ريد صوص سبايسي، الجبنه اللي بردت سنه صغيره وبرضو جامده جدا جدا كباستا، تحفه. نخش على البيستو باستا. بصوا فرشه المشروم عليها قد ايه. انا بقى بنيتي الصراحه يعني قلت دي هتيجي في البيت مشرومتين 3 مشرومات كده ماكسيموم، الوش كله مشروم. يا سيدي على الحشو، اديني في الحشو. تحفه، نفس الكلام بالظبط، تحفه 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 والله العظيم. نفس كل حاجه، نفس صوص البيستو اللي هو بالريحان، نفس نوع المشروم الغريب، نفس الجبن اللي عليها، طعمها رهيب، مخدومه جدا جدا جدا، حلوه قوي قوي. نفس كميه الجبنه المرششه على الوش. وعايز اقول حاجه مهمه قوي للشباب الصغيرين، المصداقيه مش ان انت تطلع تخبط في اللي قدامك وتقول ايه ده وحش ده خالص. المصداقيه هو ان انت تعرض الحاجه زي ما هي، سواء حلوه او وحشه. يعني لما يبقى الاكل حلو وطعمه حلو وتطلع تقول ده حلو جدا، ده مصداقيه. ولما يبقى فيه عيب وتقوله، ده مصداقيه برضو. لا الهجوم معناه مصداقيه ولا التطبيل معناه مصداقيه خالص. طيب نشيل بقى المقبلات دي ونخش على البيتزا. نخش على مارينا بيتزا بقى بالهديتين. نخش على مارينا بيتزا. طبعا كده تحفه برضو، تحفه. قطع فراخ مع زعتر وريحان، صوص رانش، فلفل هالبينو، كميه الجبنه اللي فيها كتيره جدا برضو، بس بردت فمش هيبقى فيها الشده دي. حلوه قوي. وللامانه ممكن يكونوا دي زودوا فيها شويه الموتزاريلا عشان تعمل شو في المطعم، وارد وارد للامانه. نجرب بقى الفرايز الهديه دي، فرايز كاب. مفيش فرايز تقيم في البيت. كول سلو اللي ما جابوليش هناك مش معديها لهم دي.
حاطين فيه سويت كورن حلو بس مسكر زياده، يعني التسكير فيه محتاج ينزل على كده شويه حلوين يعني. انما مارينا بيتزا تحفه وحلوه جدا. نخش على البيتزا اللارج النصين بقى، ودي طلبتها نص تشيكن فاهيتا ونص خضروات. نبدا باول نص التشيكن فاهيتا، حلوه جدا ونفس الميكس تقريبا. ممكن اكون ملاحظ بس ان الزعتر والريحان اقل شويه من مكان في المطعم، يعني الرشه قليله شويه. حشو كيري هو نفسه حلو قوي وطعمه مميز قوي. نخش على نص خضروات، سلايصايه كده، طماطم تشيري برضو، فلفل الوان، مشروم، جبنه، جامده جدا برضو جدا. الفرق الوحيد ان هي بردت، فالجبن بردت فيها شويه غير لما تبقى لسه خارجه سخنه مولعه، ده الفرق الوحيد. انما غير كده مش شايف اي اختلاف الصراحه. وحشو اللافاش كريده تحفه. نخش على المطعم الاخير، نخش على اللي بعده بقى، بيف كفته. طلعت الاسبوع ده بيف كفته خلاويص. اقول لكم بقى الخلاصه، بصوا بقى وركزوا معايا. اجمل حاجات في المقبلات والحاجات في الاول دي الدراجونز فرايز، جامده جدا وتحفه ولازم تجربوها، حلوه قوي. السندوتشات بقى هم بيقدموا 3 انواع سندوتشات، بيف وتشيكن وراب. مبدئيا كده بيف ولا تشيكن؟ لا بيف وش. واجمد حاجات في البيف الديب تركي والكاوبوي اللي هو فيه بسطرمه. الراب لو دماغكم شرقي اكتر. واجمد واحد فيهم الاورينتال كفته في حته ثانيه. ودي كده خلاصه الخلاصه، دي اجمد حاجات في بيف كفته. ايه ده؟ اعتقد ده جاي غلط لان انا طالب دراجون فرايز بس ما طلبتش فرايز عاديه. انا مش عارف ده جه مع ايه. ماشي، ساندوتش ديب تركي، ساندوتش كاوبوي، ساندوتش كفته راب. اعتقد بقى الفرايز دي نازله مع حاجه فيهم بس انا ما طلبتش حاجه منهم كومبو، فمش عارف ده جاي ليه. ودراجون فرايز اللي هي السبايسي بالهالبينو. نبدا بدراجون فرايز، دي بتبقى فرايز المشرشره بتاعتهم دي مع صوص دراجون وهالبينو. نخش على الدراجون فرايز. يا عيني يا ربي الفرايز جبست خالص، يعني طريت خالص، بس ما زالت طعمها تحفه وما زلت ارشحها بقوه، حلوه جدا. تقطيعة الفرايز مختلفة، صوص الجبنة اللي معاها حلو جدا مش قليل، وصوص دراجون ده حامي، يعني حامي جدا، حلو قوي قوي قوي. نخش على ساندوتش الديب تركي. نخش على الديب تركي، نفس الحلاوه بالظبط. كل الفرق برضو ان هو بارد سنه، فالكفته لما بتبرد غير لما تبقى لسه سخنه مولعه، ده اللي بيفرق في الطعم جدا. غير كده مفيش اي حاجه مكونات الساندوتش مختلفه. انا مبسوط قوي بطلعت النهارده دي. نخش على الكاوبوي. نخش على الكاوبوي بقى. افتكرته مع اول قطمه. الميكس بتاعه حرش وحلو قوي، البسطرمه مع الكفته مزوده له مزازه كده وحرشانه جميله. بس نفس التعليق اللي على كله ان برده الكفته بردت، فالجبنه الموزاريلا اللي فيها نشفت سيكه. وانا قاصد ما اسخنش اي حاجه في الحلقه دي خالص عشان الميكرويف بيغير طعم الحاجه شويه لما بتسخن، فانا عايز اخد التجربه زي ما هي كده. طلبته وجي جربت على طول، فحلوه جدا بس برد سيكه، ودي حاجه ما تابعهمش هم كمطعم في حاجه. خش على اخر حاجه معانا النهارده بقى، اورينتال كفته او الكفته الشرقي. السهل الممتنع، عيش راب، كفته، طحينه وبصل وخيار مخلل، في السمبل منه، حلو قوي. وما زلت عند رايي من اجمل السندوتشات عندهم على الاطلاق، حلو جدا، سيمبل خالص، كفته، طحينه، بصل مخلل كده جميل مع خيار مخلل، السهل الممتنع حرفيا. ونفس تجربتي معاها هناك بالظبط. تعالوا لكم خلاصه خلاويص. اقول لكم بقى الخلاصه. طلعت النهارده دي اكدت لي وجهه نظري ان طول ما انت رايح للمطعم فجاه من غير تنسيق مسبق او ان هم يبقى عارفين ان انت رايح، هتاخد نفس التجربه اللي موجوده لكل الناس يوميها في الفرع، هي نفسها، سواء بقى الحاجه جامده، الحاجه نص، الحاجه وحشه، ما دام رايح فجاه هتاخد نفس الاكل. مع العلم ان في بعض المطاعم ممكن يزود لك شويه جبنه، شويه رش على الوش، شويه برزنتيشن، تمام، مش هيفرق في طعم الحاجه، مش هيخلي حاجه وحشه حلوه او يخلي حاجه حلوه وحشه، بس هيبقى شويه ايه سوكسيه. وعلشان كده انا عملت السلسله دي اللي هي كمين مفاجئ لمطاعم مصر، وهستمر فيها برضو قدام ان شاء الله. كل كام طلعه من المطاعم كده هنجيبهم ونعمل لهم كمين في البيت، علشان وانا عندهم بصور ما يكتفوش بس ان انا بطلب منه ما تزودش اي حاجه غير الناس العاديه، لا يبقى عارف كمان ان هو كمان كام حلقه هيجي وهيتعمل له كمين. ودي كده خلاصه الخلاصه. بس كده دي كانت طلعت الاسبوع ده. لو عجبتكم الطلعه ما تنسوش لايك القمر، ولو مش عاملين سبسكرايب لا سمحتوا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل حاجه بنزلها اول باول. لحد الاسبوع الجاي ان شاء الله، اسبوع جديد وطلعه جديده. اشوفكم على خير، يلا سلام. Every single day